السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد ميني ملويات اللي كيجيو غزالين، كيجيو بالخليع، كيجيو ولا اروع. وغادي نوجد معكم بواحد الطريقة اللي كتجي جد مبسطة وسهلة، واحد الرغيفات او مسمنات مربعين اللي كيجيو واحد الطريقة غزالة وكنوجدوا كميه كثيره في وقت قصير. كما كتشوفوا غادي نوجدوا هذه الكميه هذه بعجين واحد. غادي نوريكم اولا نوجد معكم هنايا الطريقه ديال العجين اولا المقادير ديال العجين. مقادير العجينه مسمن عادي، عندنا هنا دقيق فرص، عندنا هنا شويه الفينو، معلقه ديال العسل، واحد شويه ديال الخميره والملح بطبيعه الحال القياس اللي غادي ملح لينا هاد الكميه هذه ديال الدقيق. كما كتشوفوا انا راه عندي كميه هنا كثيره، لان بعجين واحد غادي نوجدوا هاد ميني ملويات. وغادي نديروا هاد المسمنات صغيورين كما غادي تشوفوا. غادي نعجنهم بمياه بارده غير من الروبيني، كما كتعرفوا راه الجو سخون. غادي نجمعها، يعني راه ما كتحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه، راني غير غادي نجمع العجين كما غادي تلاحظوا. غادي ندلكو غير واحد شويه، نديه ونجيبو كما كتشوفوا في القصريه، ونحاولوا يكون راكم عارفين العجينه ديال المسمن ما تكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش مرخوفه. غادي ندلكها غير واحد دلكه خفيفه وغادي نخليها ترتاح. غادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي ونسد عليها ونخليها تقريبا غير واحد نص ساعه حتى الاكثر، المهم اكثر. نخليوها كترتاح هكذا. ملي كنخليوها كترتاح راه كتولي بحال راكي دلكتيها وعاودتي، واخا ما تكونش مدلوكه. كما كتشوفوا انا راه دلكتها غير دلكه خفيفه صافي. غادي ندهن ليها الوجه ديالها بواحد قليل من الزيت باش ما تلصقش ليا في الكيس بلاستيكي. ندهن ليها هكذا الوجه ديالها بالزيت صافي. وغادي نجمعها كما غادي تشوفوا ونديرها في كيس بلاستيك. والعجينه راها ما تكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش مرخوفه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني هذه هي الكميه اللي عطاتني، هذه الكميه ديال الدقيق اللي عجنت قدامكم، يعني راه كميه كثيره كما كتشوفوا. غادي نجمعها كما قلنا في كيس بلاستيكي ونخليوها حتى كترتاح، عاد غادي نرجعوا ليها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. وكنسد عليها، ضروري ما كنسد على داك الكيس بلاستيكي باش ما يدوزش ليها الهواء هكذا. ملي غادي نرجع ليها نتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي تولي العجين ديالنا هنايا داز تقريبا واحد نصف ساعه. غادي نجبد العجين كما غادي تشوفوا راه غيولي بحال راه مدلوك ومعاود. ها هو كما كتشوفوا الترخه. غادي نجمعوا بهذه الطريقه هذه وغادي نبدا نقسموا القياس اللي غادي نخدم فيه. هذه غادي نقسمها على جوج ديال الكرات، وهذه غادي نقسمها على ثلاثة. هذه هي باش غادي ندير مسمنات صغيورين. هنا عندي الزيت وعندي هنايا السميده. غادي نرد هاد الكرات هنايا كما كتشوفوا في كيس بلاستيكي حتى كنطلق هادو، كنطلقهم المره الاولى بهذا الشكل هذا ونعاود نرجع تاني من الاولى بين ما كتطلق ليا هكذا. ضروري هاد العمليه هذه لان هنا راه غادي نديرو طلقه واحده كما كتشوفوا. يعني ما غاديش نطلقوها هكذا كما موالفين كويرات، غادي نطلقوها كما قلنا مره واحده. ضروري يكون هكذا فوق سطح العمل او لا بوطاجي او لا فوق شي طابله اللي بطبيعه الحال كتكون نقيه. هي فين كنطلق ونرش بالزيت ونرش بالسميده صافي. وكنبقى نطوي هكذا قد ما كانوا الطويات كتر قد ما كيجيونا هاد المسمنات هكذا زوينين صافي. وغنخليها على شكل شريط ونحطها هكذا حدايا حتى كنكمل الاخرى. يعني غنطلق الكره الثانيه بنفس الطريقه ونرش بالسميده. بغيتو ديروا الزبده راه حتى هي كتجي احسن. انا هنايا درتهم بلا زبده ولكن راه كيجيو حتى بلا زبده زوينين. هكذا كنرش كما قلنا بالسميده ونرش الزيت ونطوي دوك الطويات هكذا. ها هما كما كتشوفوا كيفاش كتجي ونخليهم على جنب هكذاك اشرطه. غادي ندوز نطلق الكره ديال ميني ملوي اللي درت فيها هنايا داك ليدام ديال الخليع اولا ديك الشحمه ديال الخليع. راه صدقوني راه كيجيو غزالين. كنرشهم كما كتشوفوا من بعد ما كنطلقها حتى هي بنفس الطريقه كنطلقها كامله وكنبدا نرش بداك الليدام. ولا كانت هكذا شي طريفات تاع اللحم كنفتتهم هكذا فتيتات صغارين اولا طريفات صغار ونخليهم هكذا حرابل ونخليهم حتى كيطلقوا صافي. غادي ندوز للعجينه الاولى. كنعبر هكذا واحد 4 ديال الاصابع وكنقطع 4 الصباع وكنقطع. انا هنايا درتهم صغيورين، نتوما الا بغيت ديروهم كبار راه كتكبروا كما كنقولوا الطويه.
هنا كنبدا نقطع دوك ميني ملوي حتى هما بنفس الطريقه، راه كيجيو ساهلين بهذه الطريقه هذه، وكتوجدي واحد الكميه كثيره في وقت قصير. انا هنا راه مزربه شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ولكن راه باين وشارح راسو. هنا كنبدا دائما من الاولى، ها هي ديك الاولى، كنبدا نطلقهم، غير ما نطلقوهمش بزاف باش ما يجيوناش رقاقين بزاف. وكاين اللي كيبغي عاوتاني هاد المسيمنات رقاق، كاين اللي كيبغيهم هكذا يكونوا شويه وافين. صافي كنبدا نقطع كما قلنا سواء بالموس اولا بهاد القطاعات البيتزا، يعني باش ما قطعنا. هنا كندير المقله ديالي كتسخن وغادي نبدا نطيب، وراه كما غادي تشوفوا راه حنا غنبدا. الا كانت عندكم مقله كبيره راه كتكون عمليه، كطيبي يعني بشحال من وحده كما كتشوفوا في وقت واحد. كنبقى هكذا اللي طابت كنقلبها على الجهه الاخرى ونرش بالزيت حتى كطيب، ونحيدها وندير وحده اخرى هكذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. خصوصا الا كانت عندكم كما قلت لكم مقله اللي تكون كبيره راه كتعاون وكتكون عمليه، يعني كنطيبوا بكميه كثيره كما كتشوفوا في وقت واحد. وهادو ميني ملوي كما كتشوفوا، هاد ميني ملوي راه ما كنديرش لينا الزيت نهائيا، كيجي محمر غير بداك ليدام كما قلنا ديال الخليع، راه كطلع منهم واحد الريحه غزاله. اما المذاق راه كيجي فيهم واحد المذاق البنات كيجي غزال. كنبقى هكذا ما كنديرش كما قلنا الزيت في الطياب نهائيا، كنبقى هكذا نطيب بنفس الطريقه. واللي طابت رانا كنحيدها كيجيو على هذا الشكل هذا، وما نرققهمش بزاف باش يجيو هكذا كما كتشوفوا شويه بومبي، يعني ما نقرصوهمش بزاف، كيجيو على هذا القياس هذا. انا هنايا هكذا درتهم هكذا بهذا الحجم هكذا صغير. نتوما الا بغيتو تكبروا على هكذا راه كتكبروا داك البودان او داك الحربول كتكبروه على هكذاك، او لا كتطلقوا العجين على الطول وكتلوليوها، يعني كديروا الرولو على العرض باش يخرجوا لكم كبارين. هكذا كنبقى اللي طابت كنحيدها كنحطها فوق شي حاجه هكذا، كنحلهم هكذا بيدي غير باش تشوفوا نتوما النتيجه ديالهم. انا حليتهم لكم هكذا هما راه هنايا سخانين كما كتشوفوا، غير باش تشوفوا كيفاش كيجي. واخا راه هنايا التصوير ما عطيهمش حقهم، راه صراحه راه جاو غزالين. اما المذاق والريحه ما نعاود لكمش البنات، راه طالعه منهم واحد الريحه غزاله كتشهي. هكذا كنطلقهم كما كتشوفوا، نخليهم هكذا حتى كيبردوا على جنب. صافي كنبدا نحلهم، ها هما كما كتشوفوا راه كيطيبوا كيجيو مفشفشين من الداخل وكلهم مورقين وطالعه منهم واحد الريحه كتشهي البنات. كيجيو هكذا ميني ملوي صغيورين. كنقدموهم بهذا الشكل هذا، كنحتفظوا بهم في المجمد الوقت اللي بغيناهم كنجبدوهم هكذا للكوتي. صراحه راه كينفوا بحال هكذا، يعني كتسخني هكذا طبيسيل من هكذا من الملوي وطبيسيل هكذا من مسيمنات صغار، سواء لهاد المسيمنات ولا هاد ميني ملوي راه كيجيو غزالين. كيجيو على هاد الشكل هذا، يعني بطريقه جد مبسطه وسهله بالنسبه هكذا للبنيات الا بغاو يتعلموا. يعني بهاد الطريقه هذه راه كتجي سهله وكنوجدوا واحد الكميه كثيره كما كتشوفوا في وقت قصير. يعني راه حنا وجدنا تبارك الله ما شاء الله، انا ما حسبت شحال من وحده، ولكن راها كميه كثيره كما كتشوفوا. عندنا هنا هاد المسيمنات هادو حتى هما راه كيجيو مورقين بنفس الطريقه، كيجيو صغيورين كما شفتوا. كنحتفظوا بهم حتى هما هكذا الوقت اللي بغيناهم، راه حنا كنجبدوهم كنسخنوهم، راه تحلفي عليهم بحال يلاه طابوا. كيجيو على هذا القياس هذا صغيورين كما قلنا. انا درت معكم مسيمنات صغار ودرت معكم هنايا مليويات صغارين كما كتشوفوا بالخليع اولا بليدام ديال الخليع، راه كتجيو غزالين. خصوصا هادو ديال الخليع راه جاو البنات غزالين، جا فيهم واحد المذاق روعه يا البنات، مع واحد كويساتي راه كيجي واحد الطبق اللي كيجي غزال. اما الريحه راه ما نعاود لكمش، طالعه منهم واحد الريحه غزاله وكتشهي، وكيجيو كلهم محلولين من الداخل. وكنكتفيو غير بداك اللي درنا لداخل. راه فاش كنكونوا نطيبوا راه ما كنرشوهمش بالزيت نهائيا، يعني غير داك اللي درنا الوسط هو اللي كيحمرهم، هو اللي كيعطيهم هاد الطراوه هادي كما كتشوفوا. راه كيجيو فتيين وكيجيو غزالين. كنقدموهم بهذا الشكل هذا. كنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال اعجابكم، وكنقول لكم شكرا لكم، الى اللقاء، مع السلامه.